ألف مبروك لمنتخب مصر 1-0 على موريتانيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية في المغرب. بس السؤال دلوقتي احنا لحد امتى هنلعب كرة دفاعية يا جماعة؟ يعني كابتن حسام حسن اصلا هو كان لاعب مهاجم، انت لاعب مهاجم وبتلعب لي بسبعة دفاع اصلا، يعني انت خلاص ما شاء الله راجل مركز ودارس قوي اللي انت تبقى مدافع قوي. سبعة دفاع، سبعة وموريتانيا. امال لو بنلعب الكاميرون ولا كوت ديفوار ولا نيجيريا ولا برازيل افريقيا غانا ولا المغرب، هتعمل ايه؟ هتلعب بال11 ولا تلعب بخطة سيد زيان كله يهاجم وكله يدافع؟ مش عارف يا جماعة ازاي انت بطل افريقيا وزعيم افريقيا واكتر فريق في افريقيا واخد بطولات وفي نفس الوقت مش عارف تقدم ماتش حلو. 90 دقيقة مفيش الا كرة واحدة عند الجون، كرة مرتدة وفجأة يلاقيها ابراهيم عادل ويجيب جون طبعا خيالي وجون حريف كده من الذكريات، من ذكريات الخطيب وابو تريكة والناس الحريفة دي. بجد احنا خلاص الكرة المصرية زهقت خلاص من الطريقة ديت، الطريقة الدفاعية، الطريقة اللي هي على طريقة ايه في السليم. يعني ايه؟ يعني لو اتغلبت اتغلب 1-0 ولو كسبت او تعادلت انا كده في الامان. يا جماعة دي مش كرة يا جماعة خالص. كانوا زمان يقول لك دي مش كرة دي مزيكا دلوقتي احنا بنقول دي مش كرة اصلا. وفين اللعيبة؟ يعني انا بحس كده بحاجة غريبة قوي ان لعيبة الزمالك خصوصا لعيبة زي زيزو والناس دي لما تيجي تلعب للمنتخب تحس ان هي ما عندهاش ولاء، مش موجودة. يعني دلوقتي يقول لك زيزو لاعب 25 مباراة مع المنتخب ما جابش ولا جون، تخيلوا. ابراهيم عادل لاعب 10 مطوشة مع المنتخب جايب 5 تجوان، هداف، هداف انطراس فريد. يعني انت تحس كده حتى ان اللعيبة مش بتلعب بقلب. وكلنا فاكرين كمان شيكابالا، فين تاريخ شيكابالا بالنسبه للمنتخب؟ مفيش، صفر. لكن تلاقيه بيبقى بيموت نفسه أو في الزمالك، اكن الزمالك ده منتخب ومصر ده منتخب تاني. يعني مش عارف انا ليه لعيبه الزمالك ما بتقطعش نفسها في الملعب يا جماعه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ زيزو، هو ده زيزو اللي مكسر الدنيا في الزمالك؟ انكل زيزو حبيبي. زيزو دلوقتي بيقولك زيزو زيرو، زيزو زيرو. طبعا مكاسب المنتخب برضو في حاجات كتيرة كويسة، التألق النجم الشناوي برغم ان الناس هجمته الفترة اللي فاتت وكله انتقده. وارد ان يكون يا جماعة اي حارس مرمى يحصل له دروب ويقع فيها، يعني وارد ان اي حارس مرمى يحصل له دروب ومستواه ينزل. الحضري ذات نفسه يا جماعة بداياته كانت زي الزفت، الحضري بداياته كانت صفر. الحضري اصلا الاهلي لما خد الحضري ده كان فريق دمياط بيلعب الزمالك واتغلب 11-2 ولا 11-1، بس 11-1 ديت وهو انقذ يجي 30 جول. فعادي، وارد ان المستوى الحارس المرمى يقل ويزيد. بس الشناوي ما شاء الله عليه متألق فعلا، والفترة اللي فاتت ما كانش مركز. طبعا انا بشيد بقى بلعيبة تانية زي تريزيجيه والناس اللي هي في لعيبة تانية يا جماعة بتبقى مستواها ثابت زي تريزيجيه. صلاح طبعا بيلعب حسب مود الماتش بتاعه، الماتش ده يستاهل يلعب بقوة بيلعب، بيتدلع، لكن هو لو يلعب هيلعب لعيب كبير. لكن في لعيبة كتيرة فعلا بتبقى دون المستوى. يعني انا مش عارف لحد امتى نلعب كرة دفاعية بحتة اما سبعة يدافعوا؟ امال مين اللي هيجيب الجون؟ انا اللي هجيب الجون؟ القدم اصلا كرة ممتعة المفروض احنا بنستمتع بيها. هتقول لي اهم حاجة النتيجة، اقول لك ماشي، مصر كده لا فيها نتيجة ولا استمتاع. انت جايب الجون في الدقيقة 85 وكان الماتش فاضل له 4 دقايق. يعني ايه ده؟ ده فكرني بالظبط بكابتن الجوهري اما لاعب مصر، اما مصر كانت بتلعب في 90، في سنة 90 وبتلعب ايرلندا. وعلى فكرة لو كان فتح خطوطه كانت مصر كسبت، بس مع الأسف كابتن الجوهري قال لك خليني في الأمان. مش عارف لحد امتى نفضل في قصة خليني في الأمان دي، وحط ال10 لعيبة قدام شوبير وده يديها للجون والجو رجعها لشوبير وهكذا، ونزل القانون بتاع ممنوع ان اللاعب يرجع الكرة للجون بسبب الماتش ده. يعني انا مش عارف لحد امتى اصلا احنا طريقتنا هتفضل طريقة مملة في اللعب. احنا جه علينا فترات كده حلوة ايام ابو تريكة واحمد حسن والناس دي كلها الحلوة، وقدمنا كرة جميلة. ليه ما بتلعبوش كرة هجومية يا جماعة؟ انت بتلعب موريتانيا، يعني لو دخلت هي كاس الامم يبقى كويس، مش خدت كاس الامم. في النهاية حسام حسن لو ما قدمش جديد فعلا يبقى هنتبهدل في كاس الامم ولا هنخش كاس عالم، ولو دخلنا كاس عالم هنتبهدل. وكده مش يبقى قدم جديد، لا ده هيبقى رجعنا لورا. وفي النهاية احنا اللي بتحرق دمنا، الجماهير هي اللي بتتحرق دمها. نتمنى ان شاء الله باذن الله يطوروا من نفسهم وحسام حسن يطلع بقى من الفكر العقيم ده بتاع زمان ويلعب بكرة حديثة شوية. انا مش شايف له اي اتجاه خالص، عمالين نقول لسه ماسك لسه ماسك. امال
عامل زي ما يكون واحد يقول لك اصله عيل ما تزعلوش عشان صغير صغير لحد ما يبقى شحط كبير. كابتن حسام حسن، انت امتى هتقدم كرة وامتى نشوف جملة للمنتخب اصلا على ايدك؟ يعني ده انت اصلا كنت مهاجم، امال لو كنت مدافع كنت عملت ايه؟ كنت جبت الجماهير وقفت هي قدام الجون. اتمنى ان الرسالة توصل للمنتخب. كان معكم هاني محمد في قناة صوت الملعب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.